احنا قلنا كده اول نقطة هنشتغل عليها وهي الزيرو بوينت. طب ايه الموجود اصلا في الزيرو بوينت ده؟ لو هنروح بقى لفكرة الاخراج بتاع السينما شوية. تمام. نعمل بس كنترول ايه كده نمسح الكلام اللي موجود ده. نروح بقى لجزء الاخراج بتاع السينما. هو المفروض اصلا الفيلم بيتعمل ازاي؟ الفيلم المفروض في واحد بيكتب فكرة، يبقى انا عندي فكرة. تمام. بكتبها على ورق، وبعد كده ببدأ أشوف مع مخرج أو منتج عشان يبدأ يقرأ الفكرة والقصة اللي أنا عاملها، ويبدأ يحولها بقى تدريجيا لإيه؟ لأفكار فيلم. تمام. بس الفكرة لما باجي أقدم لمكتب أو في أي حاجة بتاعت سينما، بقدم الفكرة مكتوب السيناريو على الورق. يبقى أول خطوة هي السكريبت، أو اللي هو السيناريو. تمام. يبقى أول خطوة بعملها السكريبت. جميل. طيب انا لو انا شغال لوحدي، انا مش تيم، ولا انا شغال في شركه، ولا انا هشتغل في سينما. انا هشتغل مع نفسي وعايز اعمل محتوى حلو واقدم حاجه بصوره كويسه. يبقى انا برضو عندي السكريبت. هنفهم واحده واحده يعني ايه سكريبت وباقي الخطوات التانيه. طيب كتبت وليكن ان انا خلاص عملت الفكره وجهزت الورق. حلو. هبدا اشتغل ازاي؟ هل انا بعرف اصور؟ لا. تمام. لحد دلوقتي هنفترض ان انا لسه صفر خالص. انا ما بعرفش اصور. يبقى انا محتاج افهم الكاميرا. هقول لك مش هنحتاج كاميرا عشان بس محدش يفهم الكلمة دي غلط. احنا هنحتاج الموبايل بتاعك. حلو. هنحتاج هنصور فيديو بالموبايل بتاعك. طيب المفروض عشان اصور فيديو لازم اكون فاهم حاجة، اللي هو الشوت سايز، حجم اللقطة بتاعتي عامل ازاي، الزاوية اللي انا بصور منها، اخر حاجة حركة الكاميرا. يبقى انا عندي في الكاميرا لازم اكون مذاكر الثلاث حاجات دول. لو ذاكرتهم هعرف اصور اي حاجه، اعلان، فيلم، محتوى على اليوتيوب، محتوى على السوشيال ميديا عامه، كوميدي، اي اكشن، اي حاجه. هتلاقي تعرف تصور. خلاص انا فهمت الكاميرا، انا بعرف اصور. انا اتعلمت الحته دي، خلاص انا بعرف اصور. تمام. بعد كده انا ما ينفعش اقول لكم على حاجه. انا لو معايا كاميرا مثلا اللي هي البلاك ماجيك، عامله مثلا حوالي 25,000 دولار. يعني الرقم اصلا انت متخيلين الرقم عامل ازاي؟ كاميرا زي دي ده اللي بيستخدموها في السينما. الكاميرا دي من غير اضاءة ما تساويش حاجة. يعني شوف، متخيلين الكاميرا دي من غير اضاءة ما تساويش حاجة. اهم حاجة في التصوير قبل اي شيء هي الاضاءة بتاعتي. لو انا ظبطت الاضاءة انا ظبطت التصوير، سواء بقى كان موبايل، سواء كاميرا، سواء اللي انا بصور بيه ايه. لو ظبطت الاضاءة بتاعتي يبقى انا خدمت على الجزء اللي فوق ده. طيب انا كده فهمت خلاص، ظبطت السيناريو وتعلمت الكاميرا وتعلمت اضاءة. كمان هفهم حاجة واحدة وانا بمنتج، وفي نفس الوقت حاجة تانية قبل ما ابدا اصور. قبل ما ابدا اصور في حاجة اسمها الستوري بورد. وده المفروض لو انت متعلم خلاص، انا اتعلمت الكام وتعلمت الاضاءة، والحاجتين دول مش هقعد كل شوية ارجع لهم في كل خطوة. انا كده كده خلاص فهمتهم، يعني ده اعتبر ان انا ذاكرت الاتنين دول، بقوا بره. تمام. كده الاتنين دول جزء بره مش محتاجين. هنروح بقى محتاج ايه؟ اما ابدا الفيلم على طول او ما ابدا اعمل محتوى، بعمل سكريبت. تمام. او وبدخل على الستوري بورد. دول المرحلتين اللي بعدي عليهم بقى، بس دول بكون مذاكرهم. انا لو ذاكرت الاتنين دول وحافظهم خلاص وعرفت كل حاجة عنهم، هبدأ شغلي على طول دايما من السكريبت والستوري بورد. طب ايه السكريبت وايه الستوري بورد؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض كمان شوية. حاجة كمان واحنا داخلين في جزء المونتاج، المفروض انا خلاص صورت كل حاجة. طب عشان اكتب الستوري بورد، هو انا فاهم مشاهد؟ انا لحد دلوقتي مش فاهم حاجه، انا لسه يعني على الله حكايتي. تمام. فداخل بالكام بصور وكل حاجه. طب هصور على اساس ايه؟ انا هصور المشهد ده على اساس ايه؟ فممكن حاجه خطوه هنا صغيره بتضاف هنا، اللي هي الشوتس بتاعتي، انواع اللقطات. هل انا هسبق فيديو عن فيديو تاني؟
ولا هخلي الاتنين عاملين اوفرلاي مع بعض كده، ولا هعمل ازاي بالظبط؟ ده الحاجة اللي احنا هنشوفها مع بعض. تمام. يبقى نرجع للموضوع بتاعنا. هنا ان الزيرو بوينت فيها السيناريو السكريبت، وافهم الكاميرا، وبفهم كمان الاضاءة، واللقطات بتاعتي، وكمان اخر حاجة الستوري بورد. يبقى كده عرفنا الزيرو بوينت بنشتغل فيها على ايه. تمام. ايوه تمام. نختار مثلا رمضان، رمضان رفعت. الو، في مشكلة عندك في الصوت ولا ايه؟ طيب نختار حد تاني. رحاب خيري. ايوه انا. تمام. الزيرو بوينت بيبقى فيها ايه بقى؟ بيبقى فيها 5 حاجات، بهتم بالسكريبت والكاميرا واللايتنينج والشوتس والستوري بورد. تمام، حلو قوي. ده خطوة مهمة قوي، وده يعتبر انا لو فهمت الكلام ده يعتبر بقيت خلاص بعرف اعمل اي محتوى قدامي. تمام. لان دايما المشاهد بتتقسم لحاجتين. تمام. الحاجتين اللي احنا قلنا عليهم، يا اما جزء اللي هو انا بكتب وبعمل كل حاجة وبصور، وجزء تاني ان انا بمنتج. تمام. الزيرو بوينت هي الجزء اللي انا بكتب وبصور وبعمل كل حاجة قبل ما اودي الفيديو دي للمونتير عشان يدخلها على البرامج بتاع المونتاج ويبدأ يجمع لي الفكرة زي ما انا عايز. تمام. يبقى دي اول خطوة، اول مرحلة عندنا. طب ايه بقى هو السكريبت؟